موضوع الجايدنج مهم السلام جدا. عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكم. موضوع الجايدنج مهم جدا. عملية انك تنزل مع جيست مهمة جدا. لازم يبقى فيها شوية سكيلز معينة علشان خاطر ان انت تقدر تقود المجموعة السياحية، وتقدر ان انت يبقى في فيدباك كويس ليك، علشان انت لما تبقى نيو كامر جوه الشركه هتبقى صعب شويتين ان الشركه تبقى تراستد معاك ودايما بيبقى في مشكله مع الناس. انا ممكن ابقى شاطر وبقول معلومات كتير باللغه العربيه، بس الموضوع بالانجلش شويه بيقف عندي علشان الترمينولوجي اللي انا هضطر استخدمها. وحتى لو انا عندي ترمينولوجي فانا ما ببقاش عارف ابدا بايه وانتهي بايه، او اقول ايه من المعلومات وايه المعلومات الاكاديميك اللي مش هتنفع في التور، وايه المعلومات اللي اقولها، والوقت بتاع الراوند بتاعتي قد ايه، وبالتالي ينفع اقول معلومات ايه وما ينفعش ايه. يعني المتحف المصري، اهرامات الجيزة، الاماكن دي كلها بتبقى بارتس كده من ايام سياحيه. فانا لما اروح الاهرامات مش هينفع اقعد زي ما كنت بنزل الزياره الميدانيه بتاعت الجامعه او الزياره الاكاديميه بتاع الجامعه. لان اهرامات الجيزه بيبقى جزء من يوم، فانت بتقعد فيها ساعتين ثلاثه. اقول ايه؟ فين الستوبس بتاعتي؟ اقف فين واقف فين واقف فين، واقول ايه وما اقولش ايه، وايه نوع المعلومه وازاي اقولها. حاجات كتير جدا دي القائمه عليها نجاح الرحله، نجاح البرنامج السياحي، متعة الجست. وهي دي الفكرة بتاعت الإرشاد السياحي. أنت كمرشد سياحي منتاش محاضر، ومنتاش في كلاس، ولا السياح اللي معاك جايين بياخدوا حصة تاريخ وآثار. أنت ستوري تيلر. أنت ستوري تيلر. أنت كمرشد سياحي ناراتور، راوي، بتروي قصص وحكايات ريليتد بالسايت اللي انت موجود جواه. انت بتقول قصص وحكايات، بتنسج هذه القصص وهذه الحكايات بطريقة ممتعة متعلقة بالمكان اللي انت جواه. انت مش محاضر، ولكن انت راوي، ناراتور، حكاي باللغة العربية، ستوري تيلر بشكل كويس. فإذا أنت حولت كل المعلومات بتاعتك بشكل ما إلى قصة تاريخية، أو قصة بتحكي عن ميثولوجي، بتحكي عن ليجند معينة، بتحكي عن فيلوسوفي، بتحكي عن ايديا، بتحكي عن كذا، الناس اللي معاك هيبقوا مستمتعين جدا. وهي دي الفكرة. إذا كان نجاح البرنامج السياحي ونجاح المرشد بناء على المعلومات اللي عليه اللي عنده، زائد السكيلز، كام لكام؟ 70% سكيلز، 30% معلومات. فدي حاجة مهمة جدا انكم تشتغلوا على السكيلز والكيفية والطريقة. فتعالوا النهاردة ناخد كده جنرال انترودكشن، مدخل كده عام ان شاء الله. مستقبليا بقى ناخد الحاجات دي بقى ايه ستيب باي ستيب وبتفاصيل اكتر حوالين الفكره بتاعت ازاي اجايد جوه سايت معين، وامشي فين واقول ايه، وايه الترمينولوجي اللي هستخدمها هنا، وايه القصص اللي هحكيها هنا، وازاي اقولها ان انجلش بطريقه سيمبل وبسيطه. المرشد السياحي لما بيبدا عمليه الجايدنج لابد ان هو يكون عنده شويه مهارات مهمه جدا. ايه المهارات بتاعت المرشد السياحي؟ انت لما بتروح موقع معين، الموقع او المتحف اللي انت بتدخله، انت زي ما قلنا كده بتكون شخص بتتحول الى ناراتور، راوي، ستوري تيلر، بتحكي behind the story، بتحكي ما وراء القصة. لما بتيجي تحكي عن أثر معين، الأثر ده تمبل، الأثر ده توم، الأثر ده
اوبيليسك مسلة. الاثر ده موسك جامع، تشيرش كنيسة. الاثر ده بالاس قصر، سيتادل قلعة، ايا كان. او الاثار دي ارتيفاكتس صغيرة بتتنقل من مكان للتاني، زي الاستاتيوس، التماثيل، زي الكوفنز، زي غيرها من القطع الأثرية اللي بتتنقل من مكان للآخر. أنت كمرشد سياحي مهمتك إنك تقول لهم إيه اللي كان بيدور من فكرة داخل دماغ الشخص اللي صنع هذه القطعة الأثرية، اللي كان بيبني القصر ده، الهيستوريكال باك جراوند او الهيستوريكال ستوري بيهايند ذيس بالاس. ايه الحته التاريخيه اللي ورا بنى القصر؟ زي ايه مثلا؟ زي لما تروح مع ناس قصر عابدين. قصر عابدين من اجمل البوينتس اللي بيتعرض ليها المرشد السياحي، ممتعه جدا للجست هناك، انه بيحكي لهم behind the story بتاع الاستابليشنج، التأسيس بتاعت القصر عابدين. ليه الخديوي اسماعيل بنى هذا القصر، وقصته بقى مع اوجيني وحبه لاوجيني، وقصه البوابه بتاعت باريس والمكان اللي كانوا هيرموا عليها الورود. حته ممتعه جدا وجميله للجست. في اماكن تانية بتحكي behind the artifact اللي ورا القطعه الاثريه من ميثولوجي، ليجند، الاسطوره الخياليه، الفكره الخياليه اللي من ورا الفولس دورز مثلا. ليه كانوا بيعملوا الفولس دور في مصر القديمه؟ behind the mythology. عندك اماكن وقطع اثريه وحاجات معينه ليها ميثولوجي، فيها كده اساطير وقصص خياليه. في اماكن تانية الحته المبهره اللي فيها انك تتكلم عن الدايمنشنز بتاعتها، الطول والعرض والارتفاع والوزن وطريقه التركيب والماتيريال والهاو، الكيفيه ازاي بنوا ده وحركوا ده وعملوا ده. دي الحته المبهره في القطعه الاثريه اللي انت بتشرحها. في قطع تانية مهم جدا، او مهمتك الميشن بتاعتك كمرشد سياحي انك بتبين الفيلوسفي والايديا بتاعتها، فلسفه الحضاره المصريه في العصر الاسلامي مثلا، من وضع الدوم، القبه فوق المنطقه بتاعه الصلاه. ايه الفلسفه من وراء هذه القبه؟ وليه دايما بنشوف هذه الدوم او القبه في السكريت جيومتري، الهندسه المقدسه، في الموسكس وفي التشيرشز، المساجد والكنائس؟ ليه موجوده الدوم كواحده من الاليمنت بتاعت الاركيتكت الخاص بالسكريت جيومتري، الهندسه المقدسه لهذه المباني؟ فدي الفكره. انت كمرشد بتشرح ما وراء القطعة الأثرية من فكرة، من هيستوريكال باك جراوند، من ميثولوجي، من دايمنشن، من ماتيريال، من كيفية، من فيلوسفي، من ايديا. لكن مش مهمتك خالص انك توصف اللي عين الجست شايفاه. يعني انا مثلا لو رحت معاك از جست، انا جست ورحت معاك المتحف ووقفتني قدام التمثال بتاع الملك زوسر، وبعدين بدأت تقول لي ايه؟ The king Zoser represent himself sitting in his throne. بيصور نفسه قاعد على العرش. ما انا شايف ان هو قاعد على العرش، انا عايز اعرف هو ليه قاعد على العرش. هي دي الفكرة. انت كمرشد سياحي مش مهمتك انك توصف اللي عين الجست شايفاه، هم شايفينه، والمعلومات اللي انت بتقولها لهم عليها دي موجودة في كتير جدا من الكتب، لكن هو جاي لك انت عشان انت هتحكي له behind the story، اللي ورا القصة. هو ليه الملك عمل هذا التمثال، وايه المسج، ايه الايديا، ايه الفلسفه اللي جايه من ورا ان هو مصور لنا نفسه بهذا الشكل. ان انت بقى تحكي له عن ايه؟ about Said Festival. دي الحاجه الاجمل اللي تاتراكت، تجذب
انتباه الكل حواليك ويبقوا قاعدين بقى يسمعوك عشان انت هتحكي لهم قصه الحبسة فيستيفال ايه. ليه؟ لان هو دي المين ايديا، المين ستوري behind artifacts. لما تبص مثلا على قطعه تانية زي هرم أوناس، لما نروح هناك، وهرم أوناس والبيراميد تكست، النصوص المقدسة اللي جوه الهرم، فازاي تكلموا عن الليجند جيرني، الرحلة الأسطورية أو الرحلة الروحية بتاعة السول بتاعة الملك للعالم الآخر، وازاي هو بياخد من هناك حكمة الأجداد، بياخد الجايدنس from ancestors، من الأجداد الأسلاف، وبيرجع مرة تانية. هي دي الحاجات اللي تخلي الزيارة ممتعة. فتعالوا نشوف ستيبس بسيطة مستقبليا بقى هنبدأ نعمل إيه؟ نشرحها بقى واحدة واحدة في مور ليكتشرز كده إن شاء الله مع بعض. أول حاجة عشان تبقى مرشد شاطر والرحلة بتاعتك تنجح والناس تبقى مبسوطة جدا، know your audience. لازم تبقى عارف مين الزباين اللي طالعه معاك، مين الجست بتاعك. الناس دي where have they come from؟ جايين منين؟ من انهي بلد؟ لان البلد على حسب الجست بيبقى له ثقافه مختلفه. اللي جاي من روسيا مختلف عن اللي جاي من اليابان، مختلف عن اللي جاي من امريكا، مختلف اللي جاي من السويد. كل الشعوب مختلفة عن بعضها في النيدز بتاعتها والاهتمامات بتاعتها، فانت لازم تبقى عارف. وده ليه قاعدة لوحده هنتكلم فيها مع بعضنا، ازاي اقدر اعرف الباك جراوند بتاعت كل جنسية، وبالتالي اعرف ايه المعلومات وايه المواقع الاثرية اللي يستمتعوا بيها اكتر، واحكي لهم ايه فيها من انواع العلوم او المعارف او المعلومات. تمام؟ why have they come؟ وليه هم جايين مصر؟ جايين for fun ولا for mysteries عشان يدوروا على الحاجات الجميلة والليجند بتاعت مصر القديمة والجلوري of ancient Egypt، ولا يتعرفوا أكتر على الكريستيانيتي في مصر في مصر القبطية، ولا يتعرفوا على كذا؟ هم جايين ليه؟ جايين for fun أكتر ولا for knowledge، معلومات وغيره؟ فإذا أنت هنا لازم تبقى مهتم الناس دي خلفيتهم التاريخيه ايه؟ جايين منين؟ ليه جايين من مصر؟ هل هي مجرد رحله من ضمن البرنامج اللي الشركه عاملاه وخلاص فيها اماكن ترفيهيه واماكن كذا، ولا ممكن يكون حد فيهم عنده روتس او ايجيبشن روتس؟ حد من الناس دي ممكن يبقى عنده جذور مصريه، ابوه مامته يبقى هاف ايجيبشن وهاف فورين، جزء مصري وجزء ايه، فده بيبقى جاي عنده شغف اكتر وعايز يعرف اكتر. اوكي؟ كمان how old are they؟ اعمارهم قد ايه؟ شباب، فيهم اطفال، فيهم ناس كبيره عدت المرحله بتاعه ال50 وداخلين في الستينات، عمرهم قد ايه؟ بعد كده do they know Egypt from films or the internet؟ هم عارفين مصر من سينما وانترنت، ولا ممكن حد فيهم يكون زار مصر قبل كده؟ ده هيساعدك كتير في انتقاء المعلومات بتاعتك. إذا هم شافوا عن مصر القديمة قبل كده، زاروا مصر قبل كده، فإذا هم عندهم باك جراوند حلوة هيستوريكال، فبالتالي هم جايين عايزين يعرفوا مور انفو، معلومات زيادة موجودة عندك أنت بس، فأنت لازم تقول لهم على معلومات جديدة. سواء الجروب ده فيه كيدز، أطفال، very different from seniors، الناس الكبيرة، الناس الادلت، ولكن everyone likes stories، ولكن كل واحد منهم سواء الاطفال الصغيره او الناس الكبيره البالغه، كل الناس بتحب القصص والحكايات. فهنا ستيب 1 عشان تنجح رحلتك
عشان تعمل راوند مختلفة ومميزة know your audience. اعرف الزباين بتاعتك، اعرف الجست بتاعك. الستيب الثانية في زيارتك تعمل ايه؟ create a theme. يعني ايه؟ يعني حط لكل مكان انت موضوع لك في البرنامج هدف. What do you want your visitor to remember؟ انت عايز الفيزيتور بتوعك، الجست بتاعك، عايزهم يفتكروا ايه بعد ما يمشوا من المكان ده؟ هتوديهم الايجيبشن ميوزيوم، بعد ما يمشوا عايزهم يفضلوا فاكرين ايه؟ قطعتين، 3، 4، معلومة، حكاية، قصة من هناك. لما يروحوا الأهرام، جيزة، سقارة، دهشور، يرجعوا من هناك فاكرين ايه؟ By the end of my tour, I want my visitor to understand. بمنتهى البساطة تقدر تسأل نفسك هذا السؤال اللي هو إيه؟ بنهاية الجولة بتاعتي من المتحف المصري أنا عايزهم يطلعوا فاهمين كذا. لما أخلص الهرم عايزهم يطلعوا من هناك فاهمين كذا. لما أروح معاهم شارع المعز يطلعوا من هناك فاهمين كذا. لما أروح الفسطاط كوبتك ايجيبت يطلعوا فاهمين كذا. اعمل لنفسك ثيم. اوكي؟ ثيم معين او ميشن معينه. الارشاد السياحي والجوله السياحيه فيها حاجه ثالثه من امتع الحاجات اللي ممكن تخلي الناس مركزين معاك من اول الزياره لاخرها. ايه هي؟ We have 5 senses. Use them all. انت عندك 5 حواس. انت عندك 5 حواس كتور جايد، والناس اللي حواليك كلهم عندهم ال5 حواس. لازم تستخدم الحواس دي كلها في التور بتاعتك. الناس بتتفاعل in different ways. في بعض الناس بتتفاعل بطرق مختلفة. بعض الناس بيحبوا السميلينج، ان انت تكلمهم عن حاجه يشموها. في ناس تانية بتحب الواتشنج، تاستي، listen، touch. ناس بتحب تلمس. Give them all the opportunities you can to engage all their senses. امنح الناس اللي حواليك كلهم ان هم يتفاعلوا معاك بكل الحواس بتاعتهم المختلفه. استخدم الصوت بتاعك. Use your own voice well. استخدم الصوت بتاعك. يعني ايه استخدم الصوت بتاعي؟ يعني في بعض الاماكن ما تخليش الصوت بتاعك على نغمة واحدة. ما تخليش الصوت بتاعك على نغمة واحدة، الناس هتمل منه. ولكن لما تيجي قدام قطعة أثرية وتروح صوتك يعلى شوية ويقل شوية، أو يلاقوك بتمثل ديالوج ما بين وما بين، وقال الملك كذا إلى الوزير ورد الوزير، وإن أنت بدأت تمثل مشهد، اللي شارد منك في حتة هيرجع لك إيه بسرعة؟ إيه ده؟ هو غير الفويس، الصوت بتاعه ليه كده؟ هو بيحكي على ايه؟ هو بيقول ايه؟ فهيرجع لك مرة تانية. Use your own voice well. Can you be heard? What about your own body language? لغة الجسد. لغة الجسد بتاعتك. Every action tell a story. كل حركة في حركات الجسد بتاعتك بتأدي أو بتقول جزء من القصة. وهنا جزء حلو جدا من موضوع البادي لانجوج ده. في غاية الأهمية يا شباب البادي لانجوج، إنك تستخدم حركات الجسد بتاعتك بإنك تمثل بعض المشاهد اللي موجودة. ممكن يبقى مشهد على الحيطة وإنت تعيد التمثيل بتاعه. ممكن يبقى مشهد imagination، لازم إن أنت لما تمثله قدام الناس هم يقدروا يعملوا عملية تخيل لهذا المشهد اللي كان بيحصل هنا. ليه استخدم البادي لانجوج؟ علشان الناس تبدا ان هي تبقى مور انجيج، يتداخلوا ويتفاعلوا معاك اكتر. زي مثلا ايه؟ لما اروح عند هرم سقارة المدرج وبعدين اجي عند حرف
البي الكبير ده اللي معمول في الارض، وامثل لهم الفايتنج، العمليه بتاعت الايه؟ المصارعه between the king and ox، ما بين الايه؟ الملك والطور. وابدا ان انا اجري واطلع فوق الحرف بتاع البي علشان اقول لهم خدوا بالكم هنا لما بيطلع كده الاوكس بيقف في مكانه، وهكذا. لما اجي مثلا امثل بعض المشاهد اللي موجوده جامده على الحيطان، واحد واخد حركه معينه سواء بتاعت لعبه او بتاعت رياضه او بتاعت شيء معين، وابدا ان انا اقول له الحركه دي بعد الحركه الفلانيه فبيعملوا كذا، فانا ابدا امثل الحركه في استخدامي للبادي لانجوج. بيبدا ان هو يعوض جمود الصور والرسومات اللي موجوده على الحيطان. فاستخدامك للبادي لانجوج مهمه جدا جدا جدا. يبقى اول حاجه اعرف الاودينس بتوعك. 2، حط هدف لكل زياره انت طالعها معاهم. لما الناس دي تطلع من الزياره تفتكر ايه؟ بعد كده استخدم السنسز بتوعك، حواسك، واجذب الناس بهذه الايه؟ الحواس. خليهم يشوفوا، خليهم يسمعوا، خليهم يتكلموا، خليهم يلمسوا، خليهم يعملوا كل الحواس بتاعتهم. واستخدم الفويس بتاعك بشكل مختلف، واستخدم كمان حركات التمثيل. رابع سكيل مهمة جدا جدا جدا، ودي بقى بيقوم عليها كل شيء: ستوري تيلينج. المرشد السياحي لما بيجي يشرح موقع معين، بيشرح ايه المرشد السياحي؟ المرشد السياحي ممكن يشرح هيستوري، ممكن يحكي للناس عن ستوري او هيستوريكال هيستوري، عن قصص تاريخيه، احداث حصلت في اماكن معينه ولها اشخاص. ممكن يشرح جيولوجي، ممكن يشرح ليتريتور، ادب، ممكن يشرح فولكلور، حاجات من الموروث الشعبي واللي ما زالت عايشه لحد دلوقتي. ممكن يشرح ميثولوجي، ممكن يشرح فيلوسوفي، ممكن يشرح في اماكن معينه يتكلم عن اللاندسكيب اوف بليسز، عن المناظر والطبيعه بتاعه الصحراء، او الطبيعه بتاعه البحار، او الطبيعه بتاعه كذا، او الكامبينج او السفاري او وات ايفر اماكن ثانيه بيتكلم عن اللاندسكيب. فسواء بقى بيشرح هيستوري، وهنا جيولوجي، وهنا فولكلور، وهنا حته فلسفه، وهنا ميثولوجي، وهنا طريقه بناء، وهكذا، لازم المرشد السياحي يعمل ايه بقى؟ يعمل ديفايدد، يقسم الزياره بتاعته، ما يخليهاش كلها هيستوريكال ستوريز، ما يخليهاش كلها ليتريتور، ما يخليهاش كلها ميثولوجي، ما يخليهاش كلها فلسفه، ولكن يعمل bit size packages or stories. الحته الفلانيه دي انا هشرح فيها تاريخ، لكن القطعه الاثريه دي انا هتكلم عنها legend، هتكلم عنها فلسفه، تمام؟ هتكلم عنها كذا. فهو اللي رافع ايده اوبو، انت بتجرب ولا عندك سؤال؟ اوكي، يبقى كان بيجرب. طيب، فاذا انا عندي كل سايت، كل مكان، موقع بروحه، ما ينفعش كله يبقى هيستوري، فيلوسوفي، ليجند، ميثولوجي، فولكلور، جيولوجي، لا. لازم اعمل بيت سايز باكجز، اقسم المكان بتاعي. الحته دي، القطعه الاثريه دي، انا هحكي فيها تاريخ، والقطعه دي هتكلم فيها عن الفن، والحته دي هتكلم عنها عن الليجند والميثولوجي، والقطعه دي هتكلم عنها كذا. فاذا في النهايه ايه؟ في النهايه understood by all، كل المعلومات اللي انت قلتها اصبحت مفهومه للجميع. engage وinterests of your visitor، وكلها فضلت شاده، وفضلت بتجذب وبتثير اهتمام الفيزيتورز بتوعك from the start to the end. بداية ما بدأت برنامج السياحة لحد نهاية اليوم بتاعك،
كل الناس مهتمة، كل الناس مثارة، كل الناس على أكبر يعني درجة من التركيز معاك. ليه؟ لأنك نوعت لهم في المعلومات بتاع اليوم بتاعهم، ما مشيتش كل اليوم على وتيرة واحدة. يبقى إذا أنت عندك هيستوري وعندك جيولوجي وعندك حاجات كتير ممكن تحكيها في كل مكان. طبعا الحاجات دي علشان نقدر نبني هذه الأفكار يلزمنا طبعا جزئيات أو محاضرات طبعا إن شاء الله نعملها قدام، منها النظري، ناخد حاجات نظرية اكزامبلز كده بسيطة، ونبدأ ننزل نشوف ده يتطبق عملي إزاي. الستوري تيلينج لما المرشد السياحي يحول المزارات والقطع الأثرية اللي بيحكي عنها يحولها أو يشرحها بطريقة الستوري تيلينج، هتوديه في مكان تاني خالص، هتنجحه نجاح مبهر. واي ستوري تيلينج؟ ليه أعمل البرامج السياحية بتاعتي واشرح بطريقة الستوري تيلينج، إن أنا أحكي قصص وروايات وأحول كل حاجة لستوري لقصة وأبقى ناراتور بيحكي راوي؟ لأن الستوريز universal language، لغة القصة لغة عالمية، كل العالم عنده قصص وعنده تاريخ وعنده أساطير وعنده حكايات، الكل بيفهم الستوري. الستوريز stimulate imagination and passion. لما تحكي عن القطعة الأثرية وتحول المعلومات بتاعتها لطريقة قصة أو تحكيها بشكل قصة، فأنت بتحفز stimulate، بتحفز الايماجينيشن، التخيل والباشون والعاطفة عند دماغ الجست بتاعك، بيحفز عملية الايماجينيشن، التخيل، لأنك بتبدأ تستخدم طريقة القصة وتستخدم البادي لانجوج بتاعتك والتخيل وهكذا. Telling a story like painting picture with words، إنك تشرح الحاجة عن طريق قصة كأنك بترسم لوحة في دماغ الجست، بس عن طريق الكلمات مش عن طريق الايه؟ الريشة والألوان. Good storytelling، السرد القصصي الجيد ده بيعمل ايه؟ بيعمل spark in people، بيشعل الشرارة كده بتاعت النفوس بتاعت الايه؟ الناس، وبيخليهم more engage، أكثر تفاعل، بيتفاعلوا معاك جدا and make them want more، وبيخليهم عايزين يعرفوا أكتر. ليه؟ لأنك بتتكلمهم بطريقة الايه؟ القصص. Tourist guides are interpreters of natural culture heritage of any area. انت كمرشد سياحي ما انتاش محاضر زي ما قلنا، ما انتاش اكاديمي، ما هماش تلاميذ وانت بتدي لهم محاضره، ولكن انت مترجم ومفسر لاي تراث او اثر حواليك، سواء التراث ده او الثقافه اللي بيحمله هذا الاثر. This make the traveling experience more memorable. لو انت اتبعت اسلوب الستوري تيلينج ونوعت انواع النولج اللي بتقولها في كذا مكان، ده بيخلي تجربة السفر معاك وتجربة الجايدنج معاك لا تنسى. هتبقى انسان وهتبقى شخص وهتبقى تور جايد ما يتنسيش ابدا، وهتبص تلاقي ان الجست بتاعك بعد ما يرجع لبلده بيقول وينقل الاكسبيرينس بتاعتهم، احنا كان معانا مرشد سياحي قوي شاطر بيقول بطريقه مختلفه، اسمه كذا، الكونتاكت نمبر بتاعه كذا، الشركه اللي شغال فيها اسمها كذا. فهنا انت حته تانيه خالص. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ازاي احول اي مكان الى ستوري تيلينج؟ ازاي استخدم هذه الميزه الجميله بتاعت الستوري، ان انا احول اي حاجه لقصه حلوه
واحكيها للناس. السكيلز بتاعت الستوري تيلينج بسيطه ومش محتاجه ناس موهوبه او كذا، ولكن هي ستيبس لو انت مشيت عليها بتخلي الموضوع لذيذ وبسيط. اول حاجه، اي ارتفاكت، اي قطعه قدامك او اي اثر قدامك، ابدا حط المعلومات بتاعته between beginning middle and end. beginning بدايه الفكره، بدايه الفكره ما وراء انشاء هذه القطعه الاثريه، الفكره التي انتجت هذه القطعه الاثريه. ليه الملك عمل التمثال ده؟ ليه الملك الفلاني بنى القصر ده؟ ليه المعبد ده اتعمل؟ ليه القناة مثلا دي تم حفرها؟ beginning البداية ما وراء القطعة الأثرية. middle وهو القصة اللي بتحكيها لنا القطعة. the end وصلت إلى هذا المكان أو إلى هذه الحالة، أو الاند بتاعت القصة بتاعت القطعة دي شكلها عامل إزاي. think of history as story. دايما بص لكل حاجة، لكل قطعة أثرية هتتكلم عنها، لكل موقع أثري هتتكلم عنه كأنه قصة متكاملة الأركان. ما تبصش على إن كل حاجة ليها معلومة منفصلة عن ذاتها وتمشيها كلها على رتم واحد. Make sure there is enough time to tell the story. مهم جدا كمان ان انت لو هتشتغل بنظام الستوري تيلينج انك عندك وقت كافي لانك تحكي الستوري behind every artifacts، انك تحكي القصه اللي ما وراء الاثر بتاعك. لازم تبقى عارف ان في وقت كافي. and keep it short and simple. ما توسعش في القصه قوي، ما تحكيش تفاصيلها بشكل يخليها تطول والجست يمل منها او يتوه ما بين الاحداث بتاعتها. keep it short and simple. واستخدم الاربعه بي. استخدم الاربع اسس بتاع بي. prepare جهز، اي مكان هتنزل ليه لازم تجهز له قبلها. practice لازم تمارس وتقول مرة قبل ما تنزل مع الجست، تمارس ميدانيا. perform أدي بشكل كويس and perfect وبشكل متميز. إذا بدأت بالprepare هتعد، فأنت هتقدر تبراكت تمارس، وإذا مارست هتبقى perform هتقدر تأدي، ولو أديت هتبقى perfect هتبقى إنسان مميز. start with a question. ابدأ دايما ببعض القطع وبعض الأماكن. ممكن تبدأ الشرح بتاعك بإنك تطرح سؤال. تطرح سؤال ممكن تبقى بداية الزيارة بتاعتك وبداية الشرح بتاع موقع أو قطعة أثرية معينة، إنك تطرح سؤال على الآخرين. statement ممكن تبدأ بإنك تقول بيان أو تقول معلومة معينة في سنة كذا كذا حصل كذا، ومنها تدخل على القطعة الأثرية. statement or punchline صدمة كبيرة جدا. في سنة كذا تم تدمير المتحف البريطاني في المكان الفلاني. ليه؟ عشان تدخل للتماثيل اللي كانت في الجزء بتاع مصر القديمة اللي ما اتدمرتش بعد القنبلة اللي اترمت على المتحف الفلاني. فأنت ممكن تبدأ القطعة أو تبدأ شرح منطقة معينة بحتة بانش لاين كده، صدمة للإيه؟ للجميع، بجملة معينة، بحقيقة معينة، بخبر معين، ومنه تبدأ تاخد الناس على شرح الحاجة دي. ممكن تبدأ في بعض الأحوال بالنهاية. sometimes start with the end. قول لهم النهاية وبعد كده اعمل فلاش باك. اعمل فلاش باك بقى، ابدأ بالنهاية. آخر مشهد، آخر شيء وصلت ليه القطعة الأثرية، آخر شيء وصل إليه الهيستوريكال ستوريز، المشهد الأخير من القصة، وقول لهم تعالوا بقى فلاش باك نعرف القصة من أولها كانت إيه. ساعات ممكن نبدأ ده. ممكن تقول
have you ever heard of هل سمعت من قبل كذا. فهنا ستوري تيلينج فيها سكيلز، فيها ستيبس، انت تقدر تعمل كل حته منها على هذه الشكل. كلام حلو وجميل، لكن تطبيقه قد يكون مش جميل، قد يكون صعب. ليه؟ التطبيق وصعوبة التطبيق في بعض الجوانب اللي مخليها صعب. رقم واحد، الأكاديميك انفورميشن، المعلومات الأكاديمية اللي احنا بندرسها في الجامعة. يا ترى هل المعلومات الأكاديمية اللي أنا أعرفها هي اللي الجست هيطلبها ويقول لي واو عليها ده أنت فانتاستيك، ولا كده الستوري تيلينج دي بتحكي عن معلومات تانية لازم تبقى موجودة عندي؟ ومنين أجيب المعلومات دي؟ السورسز بتاعتي فين؟ ده أنا كده طلعت مش هحكي هيستوري بس، وطلعت إن ممكن الناس ما تبقاش مهتمة خالص، أو ما هوش فانتاستيك ثينج إن أنا أقعد أقول لهم المعبد ده طوله قد إيه وعرضه قد إيه، أو الفترات بتاعت البناء بتاعته قد إيه. ده مش كل الأماكن لو قلت مصنوع من الحجر الجيري أو الجرانيت هيبقى فانتاستيك. مش كل الأماكن هعمل فيها كذا، ده أنا طلع في أماكن هحكي عنها فلسفة، وأماكن تانية هحكي فيها تاريخ، وأماكن تانية الفانتاستيك ثينج هيبقى الماتيريال والدايمنشن وحاجات مختلفة. طب أنا كده محتاج أعدد السورسز بتاعتي، فأنا عندي دي مشكلة. المشكلة التانية هي إن بما إني هتكلم عن الفلسفة وهتكلم عن كذا، فأنا محتاج more words terminology، اللي هي الكلمات بقى والمصطلحات اللي تخليني اعرف اعبر عن الحاجات دي بطريقه الستوري تيلينج، عشان ابقى شاطر وبعرف اتكلم في الفلسفه وبعرف اتكلم في كذا وبعرف اتكلم في الليجند وبعرف احكي بقى عن كل الاماكن دي. محتاج كلمات. والحاجه الثالثه ان انا لو خدت الكلمات والترمينولوجي دي وجبت المعلومات دي، انا عايز اجربها، عايز اجرب اقولها واكسر حاجز الخوف ان انا اقولها قدام ناس، او في تريننج مثلا تدريب معين ان انا اقولها مثلا وانا بصور قدام كاميرا. فالحاجات دي كلها زي سيميوليشن كده، اللي هو محاكاة للموقف الحقيقي ان انا يبقى معايا جست. في الحقيقة الموضوع زي ما هو ليه 3 صعوبات، الا انه الحلول بتاعته ان شاء الله تبقى موجودة ونقدر نعملها مع بعضنا كتير. اول حاجه مهمه بقى في الموضوع ده ان انت يبقى عندك الترمينولوجي اللي انت هتستخدمها وقت حديثك او كلامك عن اثر معين. هناخد النهارده او نعمل سبوت لايت على نوع الاثار المصريه القديمه. لما بكون قدام قطعه اثريه في مصر القديمه، فانا عندي القطعه الاثريه دي حاجه من اما تمبل، معبد، او توم، مقبره، او سايت كبير فيه بيراميدز، فيه مجموعات كومبلكس بيراميدز، مجموعات هرميه، او ميوزيوم، متحف. والمتحف ده بقى فيه كوليكشنز مختلفه ما بين تماثيل وما بين ابواب وهميه وما بين توابيت وما بين كانوفيك جارز وما بين حاجات كتير جدا، كل حاجه ليها الاتجاه بتاعها او الهدف بتاعها. فاذا في الهرم بحتاج ترمينولوجي بتكلم عنها، في المعبد بحتاج ترمينولوجي بتكلم بيه، في التوم بحتاج ترمينولوجي بتكلم بيه، في الميوزيوم في المتحف بحتاج ترمينولوجي بتكلم بيه. فتعالوا نشوف بعض أهم الترمينولوجي، المصطلحات التاريخية والأثرية والفنية اللي ممكن أستخدمها أثناء شرحي لجزئيات من الآثار المصرية القديمة في أي شكل من أشكالها الأربعة. مهم جدا إن أنت تبقى عارف الكومون ترمينولوجي اللي هي المصطلح الأكثر شيوعا
المصطلح الأكثر شيوعاً. ليه بقى؟ لأن أنت وأنت بتشرح للناس ممكن تعمل الترجمة الحرفية. مثلا لو أنا بتكلم عن الأسرات الملكية في مصر القديمة، فأنا ممكن أقول The Royal Families in Ancient Egypt. ممكن أقول The Historian Manetho، المؤرخ المصري مانيتون، divided the Egyptian history، قسم التاريخ المصري into 30 royal family، إلى 30 أسرة ملكية. ولكن في الحقيقة royal family هي ترجمة مظبوطة، لكن ما هياش الكومن وورد اللي هي الكلمة الشائعة أو الترمينولوجي الشائع في الشرح، ولكن احنا بنستخدم مصطلح دايناستي اللي هي السلالة، سلالة ملكية دايناستي. فأنا هنا لازم يبقى عندي الحتة بتاعت الكومن ووردز اللي هي الكلمات الأكثر شيوعا واستخداما في المجال الأثري والإرشادي علشان أستخدمها في الشرح بتاعي. عندنا هنا مثلا بعض المصطلحات المستخدمة في الشرح المصري القديم، زي لما أنت بتروح متحف مصري على سبيل المثال، هتضطر إن أنت تتكلم أو تحكي على روزيتا ستون، حجر رشيد، بما إن هو يعتبر الريبليكا بتاعة حجر رشيد أو الماستر بيسز في المتحف المصري. فانت عندك روزيتا ستون، حجر رشيد، بتتكلم جواه بقى اللي هو الديكودينج. ديكودينج، كود معناها شفره، ديكودينج فك شفره حجر رشيد، the decoding of روزيتا ستون. فبنبدا نتكلم طبعا على الحجر مكتوب بايه، فاحنا بنتكلم على الايجيبشن لانجويج، اللغه المصريه القديمه، هيروغليفيك سكريبت، الخط الهيروغليفي، ديموتيك سكريبت، هيراتيك سكريبت، كوبتيك سكريبت. فاحنا بنتكلم عن الخطوط وعن اللغه، فهنا شويه الترمينولوجي دول على روزيتا ستون لوحده، الى جانب وضعه بقى في ايه، في جمله. وهنبقى ناخد ان شاء الله كده سيشنز كده وليكتشر صغيره نعمل ازاي شرح سيمبل وبسيط بعد ما ناخد الترمينولوجي الجميله دي. عندك حاجه ثانيه، لما بنيجي نتكلم عن الملوك والستاتيوس او الرويال ستاتيوس، التماثيل الملكيه في مصر القديمه، فاحنا دايما بنتكلم او بنتعرض في الكلام بتاعنا الى ايه؟ بنتعرض الى الرويال توتيولاري كينجز، الالقاب الملكيه، ارقاب الملوك، التوتيولاري كينجز. كل ملك ليه 5 القاب. عندنا الحورس نيم والنبتي نيم والجولدن حورس نيم والبرينومن والنومن، النسوبيتي والصراع، واللي هم اهم 2 من الخراطيش او الاسماء الملكيه، برينومن والنومن. عندك لما بتتكلم عن الممالك، لما بنتكلم الباك جراوند او الهيستوريكال باك جراوند عن مصر القديمه، فاحنا بنتكلم ان احنا قسمنا التاريخ، فاحنا بنقول ان احنا عندنا 2 ديفايد، تقسيمتين. مانيثو historical divided to 30 dynasty، عندك التقسيم بتاع مانيتون الى الاسرات الملكيه، وعندك الاركيولوجيكال ديفايدد اللي هو التقسيم الاثاري، وده بقى اللي هم عملوه في الاولد كينجدم والميدل كينجدم والنيو كينجدم والليت بيريود، العصر المتاخر. فالحاجات دي هي المصطلحات اللي انت بتستخدمها. احنا دلوقتي في عصر الاولد كينجدم، الدوله القديمه. اولد كينجدم يعني ايه؟ يعني الاسرات 3 4 5 6. عندك ميدل كينجدم، دوله وسطى، 12 11 و12، 11 و12. عندك النيو كينجدم، الدوله الحديثه او الامبيريور، الامبراطوريه، 18 19 20. بعد كده عندك ليت بيريود، وعندك فترات الانتقال اللي هو يعني ايه عصر انتقال اول، فيرست intermediate period، second intermediate period. وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم عن مصر وتقسيماتها، عندك الابر ايجيبت واللور ايجيبت، مصر العليا والسفلى، وفيه الميدل ايجيبت. لما بنتكلم عن
التريد مثلا اللي هو التمثال الثالوث بتاع المنكورع واللي جنبه جادس هاثور الاله حتحور، وواحد من اللوكال جادز اللي هم الالهه المحليه. فاحنا بنقول ان هو اله للمقاطعه الفلانيه بروفنس. لما بنتكلم عن شعار مصر العليا وشعار مصر السفلى فاحنا عندنا الساين الشعار، وعندنا الكابيتال العاصمه، وعندنا الجاد والجادس المعبود والمعبوده. لما بنتكلم عن التيجان الملكيه الرويال كراونز، فبتكلم بقول ان الملك لابس الريد كراون، تاج احمر وايت كراون، تاج ابيض دبل كراون، التاج الايه المزدوج. لما بتكلم عن فتره والقاعه اللي فيها البري دايناستيك بيريود، العصر ما قبل الاسرات، دايناستيك اسرات، بري معناها ما قبل، بري دايناستيك ما قبل الاسرات، او بري هيستوري ما قبل التاريخ. عندنا التقسيم يعني يعتبر كل الترمينولوجي دي تقسيمات ايه عامه، بوتليميك بيريود، رومانيك بيريود، العصر البطلمي والايه والروماني. لما باجي اتكلم مثلا عن ملك معين، فانا بدي بريف سريع، باك جراوند سريعه عن الملك قبل ما بتكلم عن التمثال بتاعه والايديا اللي من وراه والفلسفه اللي من وراه والحاجات دي كلها. فانا بدي هيستوريكال باك جراوند سريعه. فممكن الملك ده يبقى له اكسترنال بوليسي، سياسه داخليه، السياسه الداخليه دي بقى بتشمل التاكسز، الضرائب لو عمل حاجه، البيلدينج، المباني لو بنى حاجه، كل ما يخص حدود الدوله، الانترنال بوردرز اوف هيز كانتري، اللي هي الانترنال يعني الداخلي، بوردرز الحدود، كانتري بتاع الدوله بتاعته، اي حاجه بيعملها داخل حدود الدوله اسمها انترنال بوليسي. وفي الاكسترنال بوليسي او فورين بوليسي، التعاملات الاجنبيه، من وور، حروب، تمام، دبلوماتيك بوليسي اللي هي العلاقات الدبلوماسيه، الاثار بتاعته اللي هي المونومنتس، الاثار. عاده الناس بيبقى لهم اثار، اما توم مقبره، او في حاله ان هو ملك بيبقى له تمبل، او هو بيشارك او اضاف جزء معين في معبد من المعابد، بيبقى لهم ان جنرال ستاتيوز، تماثيل. والتماثيل دي في مصر القديمه بتاخد ثلاث اوضاع، اما ان هو ستاندنج ستاتيو، تمثال واقف، او sitting statue تمثال قاعد، او kneeling statue تمثال راكع على الركبه بتاعته. فدي البوزيشنز المختلفه بتاعت الستاتيوز في الحالات بتاعتها. وعندنا الى جانب التماثيل اللي هو اي قطعه اثريه تقدر تشوفها على الاقل 3 دي يعني من ثلاث اتجاهات، فبيبقى اسمه sculpture statues اللي هي النحت او التماثيل. في عندنا الانسكريبشن النقوش، او الريليف اللوحات المنقوشه. عندك حيطه ومنقوش عليها رسومات او كتابه فبنسميها انسكريبشن او بنسميها ريليف. من ضمن الاكسترنال بوليسي ممكن تبقى الايه الكامبين، ممكن نقول عليها وور حروب، او الكامبين الحملات العسكريه، حمله عسكريه على كذا. لما بندخل جوه مقبره عاده بيبقى فيها فولس دور، بيبقى اهم اليمنت، اهم جزء معماري جوه المقبره هو الفولس دور اللي هو الباب الوهمي. وطبعا لما بنروح قدام باب وهمي بنحكي هنا بقى عن ايه؟ فيلوسفي، فلسفه، ريليجن فيلوسفي، فلسفه دينيه. ليه الباب الوهمي ده موجود؟ علشان الكا والبا والسول والسبيريت، وازاي تعمل كونكشن وبتاخد الانرجي بتاعت الاوفرنج، وبنبدا نحكي عن الريليجيوس او الريليجن فيلوسفي بيهايند فولس دورز. لما بنتكلم عن الانسكريبشن او الريليف، النقوش اللي على الحيطان، عاده بنلاقي النقوش دي في سانك ريليف اللي هو نقش غائر جوه الحيطه، وفي
رايزد او ريزد ريليف، نقش بارز بره الحيطه، وفي انليد ريليف نقش مطعم، يعني بيبقى عامل نقش غائر جوه الحيطه، والحته الغائره دي هو حاطط فيها طبقه من الطين الملون، فبيبقى اسمه انليد ريليف، مطعم. زي مثلا لما تيجي تقول تمثال كعبر، او تمثال رحتب، او تمثال الملك زوسر كان مطعم، عينيه مطعمه، فبنقول عليها inlaid eye، عينين مطعمه، يعني العين بتاعته فيها ماتيريال مختلفه different عن الماتيريال بتاعه الاستاتيو نفسه، فبنقول عليها inlaid مطعم. التابوت الخارج من المقبره كوفن او ساركوفاجي. كوفن وساركوفاجي. كوفن هو التابوت الخشبي بنقول عليه كوفن، اما التابوت اللي معمول من الحجر اسمه ساركوفاجي. وجوه التابوت فيه مومي، فيه موميا. وبعض الجاد اند جادس ستاتيوس، بعض التماثيل بتاعت الالهه والالهات بيبقى موجوده جوه شراينز، مقصوره. شراينز مقصوره هي عباره عن سمول روم، اوضه صغيره made from wood، معموله من الايه؟ الخشب، فبنقول عليها مقصوره، او معموله من الستون، من الحجر، بس برضو صغيره، فبنقول عليها مقصوره. عندنا طبعا مكان ما بنروح في التومبس والتمبلز في كولومونز. كولومونز اللي هي الاعمده، وفهم منها البابايروس كولومونز، واللوتس كولومونز، والحتحور كولومونز، والاوزايرس كولومونز، كل اشكال الايه؟ العواميد، عواميد على شكل اوزيري، وعواميد حتحوريه، وعمود على شكل بردي، وعمود على شكل لوتس. فدي الترمينولوجي بتاعت الايه؟ الكولومنز. عندنا التماثيل النون رويال، النون رويال ستاتيوس، اللي هي التماثيل غير الملكيه. ممكن نلاقي سكرايب ستاتيو، تمثال للكاتب، او بريست ستاتيو، تمثال لكاهن، او برنس او برنسس ستاتيو، تمثال لملك او لملكه، او امير او اميره، ما هواش الايه؟ الملك نفسه. تمام. لما بنيجي نشوف السيمبلز والملابس الملكيه، خاصه لما بنقف قدام تمثال او ريليف او جداريه بتاعت ملك، بنبدا نتكلم فيها عن لابس ايه، والساينز اللي هي الرويال ساينز اللي بيبقى ماسكها بتبقى ايه. فبنقول مثلا على الغطا بتاع الراس بتاعه اللي هو النمس، بنقول عليها رويال هيد دريس، رويال هيد دريس. عنده كيلت اللي هي النخبه او البتاعه اللي بيبقى لاففها حوالين وسطه دي، واللي عليها بيلت، عليها حزام اللي بيبقى مكتوب عليها الخرطوشه الملكيه. بيبقى ماسك في ايده some scepters، بعض العصي او الصولجانات، زي العنخ، وزي الواس، وزي الجد، وزي الحكاه، وتبدا بقى تحكي عن كل symbolizing، كل رمزيه. السيمبوليزم بتاعت العنخ ايه، والسيمبول بتاع الواس ايه، والسيمبول بتاع كذا. هي دي الستوريز الجميله البيهايند الحاجه اللي انت بتشرحها. لما يبقى ماسك مثلا زي الملك مينا، ماسك الفلال، المذبه او الدبوس بتاع القتال. عندنا الاوضاع بتاعت الايدين ما بين كلانشت او ستريتشت، الايد المقبوضه المقفوله او الايه؟ او المفروده، وساعات بيبقى بسطها او قافلها على الني، الركبه، او الشست، على الصدر. ولما بنتكلم عن الاوفرنج، القرابين والاوفرنج تيبل ومائده القرابين بيبقى في عليها انسس، بخور. تمام. ممكن نتكلم على الزخارف، الديكوريشن، فانا اقدر اقول ان هو ديكوريتد باي، مزخرف بكذا. القلادات اللي بيبقوا لابسينها حوالين رقبتهم، فيه منها البرود كولر،
البرود كولر دي لما تبقى لابسه عقد عريض. لو انتوا تفتكروا التمثال بتاع نفرت اللي موجوده في المتحف المصري جنب راح حطب، هي لابسه عقد عريض فبنقول عليه برود كولر. ولو العقد ده السلسله بتاعته الرفيعه وفيها دلايه فبنقول عليها نيكولاس او اميوليت. نيكولاس او اميوليت. لما بنيجي نتكلم على بواقي الفخار استراكا اللي هي الشقفات بتاعت الفخار. لما بقول ان التمثال او الموكب الجنائزي فينري ستاتيو تمثال جنائزي، او بقول عليها فينري تمبل المعبد الجنائزي. وعندنا البابايروس في مصر القديمه اهمها البوك اوف ذا ديد كتاب الموتى. التماثيل نفسها او المنحوتات نفسها في منها اشكال، ممكن تقول individual statue تمثال فردي، او بير ستاتيو لما نلاقي راجل ومراته مثلا متصورين او معمول لهم تمثالين بير ستاتيو، او تريد اللي هو الثالوث بقى. عندنا الجزء بتاع المعابد وانواعها. عندنا الفالي تمبل المعبد الوادي. في كل كومبلكس بيراميد كل مجموعه هرميه بتتكون من فالي تمبل معبد وادي، ومورتواري تمبل معبد جنزي بتتكون من البيراميد الهرم نفسه، والكوز واي اللي هو الطريق الصاعد اللي بيكونكت بيصل الفالي تمبل والمورتشوري تمبل ببعض، اللي هو الطريق الايه الصاعد اللي ما بين المعبدين. اما المعابد الاخرى الكبيره زي الجادز تمبل معابد الالهيه، وبتتميز بقى ان فيها بايلون الصرح اللي هو المدخل اللي فيه الجيت بتاعت المعبد. اي معبد من الجادز تمبل اللي هي المعابد الالهيه بنلاقي فيها بايلون صرح between the tower of pylon. البايلون ده بيتكون من two towers من برجين، بين البرجين بنلاقي الجيت بتاعت الايه المعبد، وقدام المعبد في الاوبليسك المسله. اوكي. عندنا الاحجار والكلام عنها ان انا بقول شست حجر الاردواز، لايمستون حجر جيري، ساندستون من الحجر الرملي، جرانايت بعض التماثيل المعموله من الجرانيت. اوكي. فهنا انا عندي حاجات كتير. لما باجي اتكلم انا مثلا عن بريست ستاتيو تمثال بتاع كاهن من الكهنه، فالكاهن ده لابس جلد الفهد بقول ليبورد سكين. جلد الايه الفهد اللي هو الكهنه المرتلين وانواع بقى الايه الكهنه المختلفه. فاذا انا عندي كتير من الترمينولوجي اللي موجوده في مصر. اقدر استخدم some of this terminology في التمبلز، بعضها في البيراميدز، بعضها في التومبس، بعضها في الميوزيوم والارتفاكتس المختلفه اللي موجوده جواها. فانا لازم الاول احفظ هذه الحصيله من الكلمات واعمل تراينج، ابدا ان انا احاول اجرب اوصف مستخدما هذه الكلمات في شورت سنتنس سمبل سنتنس، جمل بسيطه صغيره بتعمل سبوت لايت على الستوري بيهايند ذا ارتفاكت، القصه او الهدف ما وراء القطعه الاثريه. ده كده كان اوفر فيو كده عام، مدخل عميق عشان تعرفوا ان مهنه الجايدنس الارشاد ما هياش مجرد هيستوريكال نوليدج بس، ولكن الموضوع فيه فن وفيه اتجاهات وجوانب مختلفه كتير. هفتح لكم باب الاسئله دلوقتي على ان يكون لنا ان شاء الله لقاءات بقى ايه نعمل سبوت لايت على جزئيات صغيره من الاوفر فيو الكبير اللي احنا عملناه ده. وكمان اتمنى ان انتوا تدوني افكار عن حاجات انتوا عايزينها في المستقبل نقدر نحطها في قائمه الليكتشرز بتاعتنا، وتدوني فيدباك عن مدى استفادتكم من هذه المحاضره والكونتنت اللي كان موجود فيها.